كنرجعوا مره اخرى للضيوف ديالنا، وايضا المستمعين ديالنا يمكن لكم 20 26 ولا 05 22 26 39 68. ناخذ الاتصال الاول. هي بلاد حبيبي مهما غبت ومهما بعد يروح عندك قريب مني، مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي. شوف مع السعادي. داكور. الوغ احنا لي كوردوني غادي نخليهم في في الكونترول، دونك غادي تشوفي مع علاء وغادي تشوف بالنسبه لي كوردوني. مرحبا بك. مرحبا. يلا تبارك الله عليك لاله، تبارك الله عليك. الوغ قبيله كنا كنهضروا دكتور، ودائما كنرجعوا بان النساء هما اللي كيتعاطاو بزاف التجميل. بالنسبه للرجال اللي كيتعاطاو التجميل اشنو كيديروا العمليات اللي كيديروا الرجال جينيرالمون؟ الرجال غالبية الأحيان شفط الدهون. فوالا الكرش. شفط الدهون كذلك وزراعة الشعر. زراعة الشعر. بعض الحالات لي غراف دو شوفو في زراعة الشعر لي بوبيير. لي بوبيير تكون بروبليم عندهم لي بوبيير لي بوش. دوك ليسير وهذا. ولو ني تا هو كيديروا تا هو. داكور. بالنسبة لزراعة الشعر كتزرعوا شعرة بشعرة ياك؟ كذلك تنخدم الشعر ديال الانسان نفسه، نخدموا داك الشعر. يعني مثلا عنده القدام خاوي كتاخذوا له من اللور وكتزرعوا وحده بوحده. داكا. دونك ولكن نعرف على ولا جوج لوحده، اللي قال لك وحده بوحده صعيبه القضيه بزاف. داكا. بعض المرات تكون وحده، بعض المرات تدوز حتى لجوج ثلاثه. اوكي. الوغ ولكن في شحال من عمليه، شحال من مره يعني اش على حسب المساحه اللي خاويه. وغالب الاحيان هاد العمليات يطلبوا جوج حتى ثلاثه اربعه ديال الحصص. من بين حصه وحصه 4 شهور حتى 6 شهور. علاش؟ وتخلي الوقت باش داك الشعر اللي تزرع يشد راسو مزيان. داكوغ. ولا ما صبات الشتا. الحمد لله المغرب ديما فيه الشتا. الوغ نسولك على المساله يعني بحال مثلا هذه يعني من العمليات المهمه، لا غارونتي يعني الضمان ديال ان النجاح شحال في المية ديال مثلا زراعه الشعر؟ هذا سؤال مهم وتطرح السعادي، لان هذه القضيه شحال الناس يجيو بالنسبه لهم جراحه التقويم التجميل جراحه بوحدها. تقول لك انا خصني النتيجه مضمونه 100%. وانا من هنا نقدم واحد النداء للمواطن بصفه عامه بانه هذا الشيء ديال 100% يمكن له يكون، ولكن ما مضمونش 100%. فهمتي؟ لان حنا كاطباء وجراحين نديرو هاد الجراحه على واحد الذات ديال واحد الانسان معين، الذات تختلف من انسان لانسان، ولهذا حنا ما عندناش واحد الدرايه كاع بجميع لي كور ديال لي زيتكومان. فهمتي؟ هذا يمكن العمليه دير في احسن الظروف وتكون النتيجه ناقصه بالنسبه لواحد اخر تكون النتيجه جيده. دونك يعني يعرفوا الناس بان كاع اللي كيمشي يعمل العمليات ديال التجميل على ان كاي عمليه يعني كاين واحد نسبه نجاح اللي هي كبيره، ولكن 100% ما كايناش. يمكن لا تكون 100%، ولكن حنا ما يمكنناش مسبقا نقولوا لا نجح 100% ولا 50% ولا 60%. لان ديما الطبيب تيبقى الطب، والله سبحانه وتعالى تيقول ما اوتيتم من العلم الا قليلا. ماشي غير بالنسبه لنا حنا كمغاربه، الحمد لله خص تعرفوا عندنا جراحه التقويم والتجميل في المغرب معترف بها على الصعيد العالمي. الناس تيجيو من دول بعيده. داكو، يعني كيجيو من دول اخرى باش يعملوا العمليات في المغرب. لان المغرب واحد من اقدم الدول في العالم في جراحه التقويم والتجميل. داكور. دونك مزيان هاد الانفورماسيون نعرفها. وي تفضل. سمعت واحد الدكتور كيقول باللي عنده الدواء ديال الشعر بدون واخا تكون قرع كيدير لك واحد الدواء كينوض لك الشعر. المهم انا كيجيني داكشي كله كذوب، مي دكتور هو اللي غيقول لنا شنو كاين. وريني يا خويا وريني. بزاف كاينين بزاف. انا كنسمعوا باش نتاكدوا باش المستمعين يفهموا هذه المساله ديال عليه شي واحد راه بلاتي. الوغ كاينين بزاف ديال هاد الناس اللي كيقولوا هادشي، وبزاف ديال الدعايات وبزاف ديال هادشي هذا، والناس بغاو يعرفوا الجواب. غتخليكم معنا مورا الموجز غادي نعرفوا الجواب مع الدكتور. انا كيقول لك بان كيقدر الا كنت قرع ولا ما عندكش الشعر يعني نعطيك الدواء غينوض لك الشعر. الوغ دكتور شنو كتقول لنا في هذه القضيه هذه؟ الانسان اللي ما عندوش الشعر بصفه نهائيه
كاين شي حل. فهمتيني الانسان ما خصوش يبقى زعما يثق باي حاجه، لان هذه مساله مستحيله. ولو انها مساله اللي غتكون حقيقيه لان كانت انتشرت علميا وتقرات في كليات الطب والاطباء يوليو يستعملوا هادشي، هذا مساله في العالم كله كاين هاد المسائل بحال هكذا، شويه ديال الزياده فيه وشويه ديال الاشهار اللي مبالغ فيه، وخص المواطن المغربي ياخذ الاحتياطات ديالو اللازمه من هذا الشيء. الوغ سي كوا باش نشرحوا للناس، ملي كنقولوا مثلا واحد قرع سي دي سيلول، خلايا اللي كتموت ما كتبقاش تنتج الشعر، دونك ما يمكنش تعاود تحيا. واش القرعيه واش مرض ولا دابا كاين اللي قرع وكاين اللي صلع؟ لا ماشي المرض مثلا بحال تونيا بحال فوالا هذاك عاوتاني كاين الاطباء الاختصاصيين فيه، اطباء الجلد الحمد لله تيكون عندهم واحد الدرايه بهذا الشيء هذا. كنهضر واحد مثلا مع السن غادي وكيطيح له شعره ولا مثلا وراثي ولا هذا، الوغ شنو كيكونوا خلايا كيموتوا ولا هذاك فوليكول بيلو، هذاك الجدر ديال الشعر صافي ما بقاش تينتج، لان صعب لان الشعر تيطيح ويعاود ينوض، ولكن الا مشات الجدر تقاص ما بقاش يولد الشعر صافي سي تيرميني. دونك خص الحل الوحيد اللي كاين هو لا غريف دو شوف. داكور، يعني من غير زرع الشعر ما كاينش شي. واذا كان الانسان تيتوفر على الشعر في الخلف ديال الراس ديالو، تيمكننا ديك الساعات نلتجئوا لذاك لا ريجون اوكسيبيتال ومنها ناخذوا الشعر اللي يمكننا نزرعوه. ما كانش الغالب الله الانساني. داكور، ما كانش يدير بيريك وهني الوقت. كذلك هذا حل، هذا حل مهم. اذا دائما يمكن لكم تواصلوا معنا على 05 22 26 39 66 ولا 05 22 26 39 68. ناخذوا اتصالات ديالكم، قولوا الو. بالنسبه الان، لان كتب ان كنت رئيس الجمعيه المغربيه لجراحه التقويم والتجميل، يعني هذه الجمعيه هذه يعني كتلم كل العاملين في هذا المجال هذا، شنو الدور ديالها، شنو كتقوم به؟ هذه الجمعيه هذه تاسست تقريبا 38 سنه، وهذه الجمعيه 38 سنه. على شحال دابا كاين جراحه التجميل في المغرب؟ قدم هذه المده هذه كيف قلت لك المغرب الحمد لله اقدم الدول على الصعيد العالمي بجراحه التقويم والتجميل. وهذه الجمعيه تتكون من جميع الاطباء الاختصاصيين في جراحه التقويم والتجميل في القطاع الخاص، القطاع الحكومي صديق مع الدوله وكذلك الاطباء ديال العسكريين. داكور. هذه هي الجمعيه الوحيده اللي تتمثل الاطباء الاختصاصيين في جراحه التقويم والتجميل. الوغ هنا على سؤالك على الجمعيه بغيت نسولك واحد السؤال مهم، هو اللي وقع له خطا طبي اثناء عمليه جراحه التجميل. تهضر على الطبيب ولا على المريض؟ لا على الباسيون، على الباسيون. شنو الاجراءات اللي مثلا انا جو سي با جيت بغيت ندير ما نعرف، بغيت نقاد وجهي ولا ما عرفت شنو بحال هكا، خطا يعني وقعت مثلا شي حاجه، رجع فمي ما كيتشدش ولا رجعت واحد العين عندي ما كنقدرش نشدها ولا رجعت صغيره على الاخرى ولا الله يحفظك اخويا عادل، نقتل بنادم انا اللي دار لك هادشي. شي حاجه وقعت بحال هكا. دابا هنا تهضر على لاسبي جوريديك ديال لا شيرورجي بلاستيك ريباراتيس استيتيك. خص تعرف بان اي مواطن عنده الحق باش يطلب الحقوق ديالو. حنا الحمد لله في دوله ديال القانون، ولكن خص قانونيا يثبت الغلط بان كاين غلط، كاين سكون ابيل لو دوماج، كاين واحد المشكل وقع وكاين لا فوت، خص يثبت بان كاين لو دوماج وكاينه لا فوت وكاين شيء تسمى عاوتاني لو ليان دو كوزاليتي، خص يثبت بان كاين واحد التواصل ما بين واحد العلاقه ما بين لو دوماج والغلط. فهمتي كيفاش؟ دونك دابا شحال المرات تنسمعوا بان فلان راه قدم دعوه بالطبيب الفلاني، هذا حق كل مواطن ما كاين حتى مشكل، ولكن كيف قلت لك انا باش تكون واحد نتيجه بالنسبه للاجراءات ديالو داك الشيء اللي باغي، لابد خص يكون القانون هو هذا، ما يمكنش الانسان يدير شي حاجه من غير القانون. تيولي داك الساعات المحكمه والقضاة هما اللي لهم الحق باش ياخذوا القرارات ديالهم، وفي غالب الاحيان القضاة تيلتجؤوا كمساعدين، هما تيلتجؤوا ديالنا حنا اطباء خبراء، حنا كمساعدين سنساعدوهم باش كل طبيب في الميدان ديالو
المشكل يمكن له يوقع بالنسبه لجراحه التقويم الجميل، يمكن له يوقع بالنسبه لطب العيون الى اخره. القضيه تيلتجئ للطبيب باش يساعده باش يحاول يشوف واش كذلك كاين هنا غلط وشنو هو السبب الغلط الى اخره. داكور. كاينه مساله واحده اخرى بحال مثلا اللي كانت وقعت للممثله المصريه الشهيره الله يرحمها، لان ملي كانت بغات تعمل عمليه شف الدهون ويعني وفي الانستيزي جينيرال يعني ما فاقتش موراها وماتت. فيعني كاينه واحد الخطوره، لان يعني هنا خص لا كومبيتونس ديال الكفاءه ديال الطبيب، يعني الجراح، لان يعني بغض النظر على المجال الاشتغال ديالو اللي هو التجميل، على ان تكون عنده يعني علم مثلا حتى بالحاله الصحيه، مثلا واش يقدر يدير التبنيج كلي ولا لا، واش يعني لو بيلون ديال داك المريض. بدا في هذه الجراحه كجميع الجراحات لابد خص يكون فحوصات مضبوطه وتحاليل. هادشي لازم، لان حنا كاطباء خبراء طيح في يدنا شي قضيه، اول حاجه نشوفوها هو هادشي هذا خصو يكون هادشي متوفر. وبين قوسين دابا هادشي ديال جراحه التقويم بصفه عامه ولا سيما شفط الدهون ولينا تلتجئوا غير للبنج المحلي. داكور، فهمتي. معلوم اذا كان التخدير عام، الطبيب الجراح ماشي هو اللي مسؤول على الطبيب الجراح، هو بحال داك البيلوت، فهمتي، في غرفه العمليات كاين الانستيزيت هو كاين الطبيب الاختصاصي في التخدير، وكذلك كاين المصحه. كل واحد يمكن له يتحمل المسؤوليه ديالو، فهمتيني. المسائل اللي تتعلق بالتخدير هذاك الطبيب اللي اختصاصي حتى هو في التخدير والتقويم، فهمتي، هو اللي يمكن له يتحمل هذه المسؤوليه هذه. فوالا، مي قلت لنا واحد النقطه مهمه، ولا ضروري كيكون بيلون، ضروري كيكون تحاليل قبل ما تعملوا اي حاجه، ماشي مثلا واخا تعملوا غير مثلا ديال المنخار ولا ديال هذا ضروري. وعلميا تثبت بانه ولو انه جميع الظروف تكون ملائمه ونقوموا جميع المسائل اللازمه، لابد كاين واحد النسبه ديال الوفيات يمكن لا توقع بالنسبه لهذا الشيء هذا ديال التخدير العام. يمكن الانسان يوقع له غير حساسيه لشي دواء ويمكن له يوقع له اناري كاردياك، فهمتي كيفاش. هادشي على الصعيد العالمي ماشي غير على الصعيد الوطني، فهمتي، لان هادشي هذا ديال الجراحه لابد يمكن يكون واحد الخطر، ولو انه قليل جدا 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 راه يمكن له يوقع. فوالا، اذا انا بعدا من الاحسن مون افي من الاحسن ايفيتيو داك عمليات جميل، لانهم كيخسروا الخليقه ديال سيدي ربي، ما عدا وكاينه شي كسيده ولا شي تشوه من الواحد زاد بحال هكا كيدير عمليات جميل، سينو يخليو الصوره ديال الله سبحانه وتعالى، والله يكبرنا على طاعه الله والنبي. يا ربي امين. وتبارك الله عليكم. لا خدك، واللي عنده كنشكرك لاله فاطمه زهره. دكتور تبارك الله عليكم. شكرا لاله فاطمه زهره. عندك شي تعقيب على هذا الكلام هذا؟ أنا بكل صراحه، لان نعطيك واحد المثال بسيط جدا. واحد السيده تزوجت، وهذه الحاله تنشوفهم حنا كثر من بعد الولاده ديالها الاولى الكرش ديالها تهبط، والتسدي ديالها تيهبط، تتولي متدمره نفسيا، والسن ديالها لا يتجاوز 30 عام. دونك باقا صغيره، مازال صغيره. يمكن اللي ولده وحده تتخسر لها الكور ديالها كله، وكاين اللي يمكن لها تولد 10 وما يكونش متضاعفات زعما بحال هذه السيده. شنو هذه السيده، شنو المصير ديالها؟ واخده راجل مازال صغير ولا فايته شويه، شنو المصير ديالها هكذا؟ غتبقى مدمره حياتها كلها هكذا بالطريقه هذه؟ والعلاج كاين. وشنو ذنبو حتى هذاك الراجل حتى هو؟ وشنو ذنب داك الوليدات؟ كاين دابا اللي تتبغيش تولد بسبب هذا الشيء هذا. وي ما كتبغيش تعاود تولد. فوالا، تقول انا الا ولدت اش غادي يوقع لي واش غادي يوقع لي؟ تتهرب من الولاده. كل الولاده مساله اللي طبيعيه وضروريه، لان شو دابا اش واقع في دول كاوروبا والجابون، الناس ما بقاوش يولدوا، دونك تيوقع قرار العجوزه. هادشي اللي حنا المغرب الحمد لله ما خصناش نمشيو في هذا الاتجاه. كيف قلنا قبيله خصنا نحافظوا على التقاليد ديالنا ونزيدوا للقدام. الا بقينا تناخذ واحد النظره سلبيه على العلم ما يمكنناش نزيدوا لقدام. فهمتي، هذا العلم هذا راه علم، ماشي شي حاجه اللي حرمها الله سبحانه وتعالى. الله جميل ويحب الجمال. فهمتي كيفاش؟ واحد السيده اللي ضحات وولدات ووقعوا لها مشاكل في الثدي ديالها وكاين العلاج، علاش تحرم راسها منه؟ شنو هو السبب؟ شنو ذنبها؟ فهمتي؟ انا تناخذ غير هذه النقطه هذه. واحد السيده
السن ديالها 16 عام 17 عام، الذات ديالها بخير، تتفوت ذاك السن المراهقه تيبان فيها دي بوس، ماشي اللي وراثي ولا جينيتيك. شنو ذنبها باش تبقى عايشه هكذاك بداك لي بوس هكذاك؟ واحد السيده وراثيا ورثت واحد النيف كبير وما جاش معاها، وتبقى بالنسبه لها العمل ولا بالنسبه لبزاف ديال الحوايج لاش تبقى، وكاين العلاج. تقول لي بحال شي واحد عنده السكر طالع وخصو يحمد الله، ربي خلقه عنده السكر طالع يبقى حمد الله عليه، والعلاج كاين. عندي واحد الكرشه استاذ، غير اللي كاين كيف قال السيد السي عبد القبيله، بيان سور خص الانسان يكون كل شيء بحكمه بتوازن، واش خص المنطق والعقل يخدم في هذا الشيء هذا. ماشي كنسمعوا فلانه دارت 24 عمليه تجميل ولا هذا، لا 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 سا ابيوزي يعني هذا الشيء. والطبيب خصو حتى هو كيف قلت قبيله خصو يرفض شي حالات. فهمتي، انا شخصيا عندي 30% ديال الزبناء ديالي اللي تيقزوا المصحه تنرفض، لان تنشوف الطلب ديالهم بوكو بلوس نفساني كو فيزيك. داك الشيء ما غاديش يعطي واحد النتيجه بالنسبه ولهذا فهمتي كيفاش الانسان ما خصوش يبالغ، ولكن في بعض الحالات تيولي هاد السيده اللي تهضر فهمتيني خصها دير حتى هي راسها تحطت في الموضوع ديالو. الناس تنشوفوا حالات كل اسف متدمرين نفسانيا، واش فهمتيني. انا تنشوف حالات السيدات تقول لك انا من النهار اللي ولدت لدابا هذه 10 سنين عمري ما عريت حدا راجلي. وهذه حاله طبيعيه؟ نو با دو تو. واش فهمتيني، علاش مجوزه راه راجلك حلالك. فوالا. ومن بعد ما تيقوموا بعمليه التجميل والحمد لله في غالب الاحيان تيكونوا ناجحين، تنقول لك بكل صراحه بان الناس هادو تيحياو من جديد. وحنا الحمد لله اطباء ومغاربه ومسلمين، لو ان كان عرفنا هذا الطب هذا وهذا الاختصاص غادي في واحد الطريق اللي ما طالبش بها الشرع والقانون والله سبحانه وتعالى، كان عمرنا ما مشينا له، عمرنا ما درناه ونتخلاو عليه. الحمد لله. عبدو كنت باغي تقول شي حاجه؟ نسولو، عندي واحد الكرش بغيت نحيدها، اش ندير له؟ من نهار ولدت وانا ولات في هذه المشكله. انت عندك بلا ولاد. واش شو دابا انت كتبان لك كرشي انايا، واش ريجيم ولا خاص هذا ندير له هذيك؟ من الاحسن هذا الشيء يكون المذاكره ديالو في واحد الكونسلطاسيون. صبرت الولادة الثانيه باغي تخلص؟ لا ما كاين مشكل. والسي عبدو، حاجه اللي لاحظت انا يعني الرجال كيحيدوا الشحمه والعيالات كيزيدوا الشحمه. دابا غدا الجزاره غيزيدوا في الشحمه ما فيهاش، تولي غاليه. تولي غاليه. لا صافي تنسالي ونهضر معاك على هذه. الله يحفظك دكتور، الله يخطيك. يلا الوغ وصلنا للدقائق الاخيره ديال البرنامج. غادي نديرو تور دو طابل، كل واحد يقول لي اخر حاجه يبغي يقولها للمستمعين الكرام ديالنا. مرحبا، الف مرحبا. العيدي. السلام عليكم. كنشكر راديو بلوس اللي استضفتونا اليوم، وتحيه خاصه للجمهور البيضاوي الرجاء والوداد. تبارك الله عليك، كلشي يبقى على خاطره. الوغ نمشيو لعندكم الفكاهيين ديالنا بجوج. الوغ نمشي لعندك حسام. وي خويا، كلمه. كنبغيو نشكروا المستمعين ديال راديو بليس، وكنبغيو نقولوا لهم راه ان شاء الله غادي نكونوا في مهرجان كازا ستاند اب اللي غادي يكون في الدار البيضاء، اللي هو واحد المولود ان شاء الله شي حاجه كبيره غادي تشوفوها، وان شاء الله راه كاينين اعمال وكاينين طاقات خصهم غير التتبع والتشجيع. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسخر. يلا اولا كنشكر المستمعين الكرام، وكنشكرك اخي عادل وعبدو والضيوف الكرام، وكنقول لهم يعني جو شاهدوا هذا المهرجان اللي غتلقاو فيهم يعني مواهب صاعده في الكوميديا. يعني شحال من واحد كيقول لك ان الكوميديا مات في المغرب، ولكن الكوميديا باقا حيه. يعني خاص غير التشجيع والتنويه يعني من المسؤولين. هذا الشيء اللي كنطلب، هذا النداء يوصل لهم. شكرا. ان شاء الله. انا غادي نختموا معك دكتور كمال العراقي الحسيني. انا تنشكر راديو بلوس والمشرفين على هذا البرنامج، وانا ما كذبش عليك انا جد سعيد، لان الحمد لله الاخوان كلهم شباب وعندهم واحد المستقبل واعد ان شاء الله، وهذا الشيء تيشرف البلاد ديالنا. وبالنسبه لنا حنا الاعلام تلعب واحد الدور مهم جدا، تيضايق الاخوان طبعا الحال في هذه المساله هذه، لانه هو صله وصل بيننا وبين المواطن المغربي. ولهذا تنحييكم وتنشكركم وتنشجعكم على هذا العمل اللي تقوموا به، وحنا راه الاشاره ديالكم باش يكون التواصل بيننا وبين المواطن.
تبارك الله عليك دكتور، ومرحبا مرحبا. واكيد ما غيكونش هذا اللقاء الاخير بيناتنا، مازال غيكونوا لقاءات اخرى ان شاء الله. تبارك الله عليكم شريح حسام، فريد دلياس، العيدي وخليل بن علي، واللي شاركوني لي كونيكور ديالي فاطمه وعبدو. وعرفتي نقول لكم اخر مره انا كنكون على الهواء باقي غادي تخرجوا من الباب، عرفتي غنبقى سد عليكم. كنت كنقول لكم عندكم الاستراحه مع الخمسه، كلشي من عبدو. شوف دابا شتي ديك الاستراحه الخمسه، واش باغي دير لنا المينو طيب؟ شوف الاستراحه الخمسه ما بقيتش غتشدوها، دخلوا معكم الماكله، دخلوا معكم قرعه الماء، دخلوا معكم داكشي اللي بغيتو. انا عندي شرط واحد باش نخرج، دير طواليت في الاستوديو ما بقاش نخرج. ماشي مشكل، شو غتدخل طواليت قبل ما تدخل مع 4 ومع 6 ملي تخرج. فوالا اذا مستمعينا كنشكركم على الوفاء ديالكم لينا. غادي نختموا بالضيف ديالنا خليل بن علي، اغنيه خليني عليك.